in 5, 4, 3. حبيب قلبي عامل ايه؟ لسه شايف فيلم باد بويز الجزء الرابع بعنوان رايد اور داي. ايه يا جدعان اللي انا شفته ده؟ ساعتين بدون لحظة ملل، ساعتين مليانين بالغشامة والسلو موشن اكشن سين. ده غير كده انك لو جيمر يا باشا الفيلم ده هيبسطك فشخ. فالفيلم ده محتاج ان احنا نتكلم عليه شوية. الفيلم طبعا مش محتاج اقول لك ان من بطولة ويل سميث ومارتن لورنس، اتنين من اجمد الممثلين اللي الواحد كبر على افلامهم. ده غير كده ان الدويتو بتاع باد بويز ده بدأ معانا من سنة 1995، يعني الفرانشايز دي حاجة كده او جي وكلاسيك فشخ بالنسبة لي. اما سلسلة باد بويز كلها بتتكلم عن مايك لاوري وماركوس برنيت اللي بيبقوا من شرطة ميامي وبيكافحوا الجريمة في التاون، وبيجمع ما بين مايك وماركوس بوند جامدة فشخ تميل الى الاخوه. ومن الدويتو ده بناخد مشاهد اكشن على كوميديا على جمدان مفيش بعد كده. المهم ان هم في سنه 2003 بيقرروا ان هم يعملوا جزء تاني للفيلم اللي كان فيه مايك وماركوس بيكافحوا الجريمه في فلوريدا وبيحاولوا يوقفوا الكارتيل. والكارتيل دي يا حبي بتبقى الاورجنايزيشن او المنظمه اللي مسؤوله عن دخول المخدرات للبلد، وبيبقوا واصلين جدا وليهم علاقات مع الحكومه. تقدر تقول كده ان هم فرع من فروع بابلو سكوبار في امريكا. وبيظهر معانا كابتن هاورد اللي بيبقى الجاي اون ذا تشير بتاع الباد بويز، زمانهم التالت يعني بتاع النت والكمبيوتر والحاجات دي. لحد لما في 2020 بعد 17 سنة بيعيدوا إحياء الفرانشايز دي من جديد وبينزلوا بفيلم باد بويز فور لايف اللي انا حبيته جدا. وكان حدث بالنسبه لي اكيد اني اشوف كاركترات انا بحبها ما شفتهاش من 2003. واحلى حاجه انك لما هتتفرج على الفيلم مش هتحس ان مايك وماركوس اتغيروا، هم يا جدعان نفس الهزار، نفس الغلاسه على بعض، نفس ان ظهرنا في ظهر بعض. الفايب بتاعت باد بويز هي لم تمس من سنه 1995. ومن امتع مشاهد الفيلم ده لما الرصاصه اللي ضربها مايك جت في التوته بتاعت ماركوس. وقعدوا هما الاتنين في الماركت يتكلموا عن الحوار ده، وده يقول له حقك عليا وبتاع، والتاني يقول له اصلها وجعتني قوي. كل ده بقى بيبقى لايف قدام الناس في الماركت. مش هنسى المشهد ده بجد. وفي الفيلم ده بيضيفوا كاركتر جديد وهو ارماندو اللي بيبقى شغال مع الكارتيل ومن الناس الجامده اللي في المنظمه، وحد كده جانجستر وكيلر في نفسه. وبنعرف يا ريس ان ارماندو ده بيبقى ابن مايك لاوري اللي ما كانش يعرف عنه حاجه طول السنين دي كلها. وام ارماندو كانت صاحبه مايك من زمان وبتشتغل مع الكارتيل. وفي الفيلم ده بيضحوا بكابتن هاورد اللي وفاته المنيه في سبيل التحقيق في قضيه الكارتيل، وبيمسكوا ارماندو وبيتحبس عشان بعد 4 سنين مايك وماركوس بيعودوا من جديد في باد بويز رايد اور داي. فتعال اقول لك ايه قصه الفيلم ده واقول لك على الحاجات اللي عجبتني وازاي الفيلم ده هو البيك بتاع افلام باد بويز. فلو اول مره تسمعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وده توكس. الفيلم يا ريس ماشي على نفس نهج الافلام اللي فاتت ونفس الفايب بتاعت افلام باد بويز، سواء على صعيد الكوميديا والهزار او على صعيد الاكشن والفايت سينز. ده لو ما كانش الفيلم ده اخد كل حاجه جامده في الفرنشايز وعلى عليها. وبنشوف ان مايك وماركوس لسه في جهاز الامو ادفانسد ميامي مترو اوبريشنز اللي بترقصه حاليا كابتن ريتا، وبتبقى مصاحبه المرشح لمنصب الميور AKA مستر فانتاستيك. المهم ان بعديها بكام يوم بينزل في الاخبار والاعلام خبر ان كابتن هاورد متواطئ مع الكارتيل ويعتبر فاسد، وفساده ده كله من زمان من سنه 2004. وهنا ماركوس ومايك مش بيسكتوا وبيمشوا في طريق ان هم يثبتوا براءه هاورد. ومن بعدها يا حبي والفيلم بيقلب رأسا على عقب، لان اول حاجه بيعملها مايك وماركوس ان هم بيروحوا لارماندو في السجن. وغير كده كمان هاورد بيسيب لهم فيديو فبيبقى معاهم كذا خيط يمشوا وراه. ومن هنا بناخد احداث الفيلم بتاعنا اللي كانت فوق الجمدان بمراحل، ناهيك بقى عن الاكشن سينز والغشامه مع الكوميديا الجامده اللي ما بين مايك وماركوس. حاجه كده رايقه تتسم بيها الفرانشايز بتاعت باد بويز. واول مشهد اكشن سين بيبقى في الكلاب اللي بنشوف فيها شخصيه فليتشر اللي ظهر معانا في باد بويز 2. وهنا كان عاجبني قوي لقطه ماركوس بالسلو موشن وهو بيحاول يمسك السكيتلز بلسانه. قمه في الضحك مارتن لورنس ده يا جدعان. طبعا سلسله افلام باد بويز من اوائل الافلام اللي استخدمت خاصيه السلو موشن في مشاهد الاكشن، فما تستغربش لما تلاقيها كتير في الفيلم لان ده طابع سلسله افلام باد بويز. وعلى فكره بيبقى معمول حلو فشخ وفي لقطات تستحق فعلا ان هي تبقى سلو موشن. المهم بعد فايتايه الكلاب دي بيكون في مطارده بالعربيات، وبنعرف اثناء المطارده دي ان مايك بيجيله بانيك اتاك وبيتعب. ودي من الحاجات اللي عجبتني بالفيلم ان المفروض مايك وماركوس في الخمسينات من عمرهم، فطبيعي يجيب لك ان هم بيتعبوا والكلام ده. بعدها بنعرف يا حب ان ايجنت هاجرس التابع للكارتيل فيلمنا بعت ناس يخلصوا على ارماندو في السجن. وساعتها يا ريس صناع الفيلم هيفكرونا مين هو ارماندو، لحسن نكون نسينا اللي عامله في باد بويز فور لايف ولا حاجه.
وبناخد فايت سين معتبر لارماندو وهو نازل دغدغه في المساجين اللي عايزين يقتلوه دول. وبعديها لما مايك طلعه من السجن وكان عايز ينقله سجن تاني، بنشوف ساعتها مشهد الطياره اللي كان معمول بصياعه جدا وزاويه تصوير حكايه. ده غير كمان ان الكارتيل عامله باونتي عليهم 2 مليون دولار سواء عايشين او ميتين، هما وارماندو. وعشان كده احب اقول لك ان الداخليه والمجرمين واي حد موجود بيدور عليهم. وعشان كده بناخد اكشن سين جامد بنشوف فيه ذا بوتشر اللي ظهر معانا في باد بويز فور لايف. وبرضه بنشوف اكشن سين تاني بطله ريجي جوز بنت ماركوس لما الكارتيل بعتوا ناس عشان يخطفوا عائله ماركوس، بس ريجي ما شاء الله عليه بيخلص عليهم كلهم. وعجبني هنا ارك كاركتر ريجي اللي شفناه لما كان كتكوت لحد لما بقى في التوب ارك بتاعه وبقى سولجر سندال. بس في نفس الوقت الكارتيل خطفوا مرات مايك وحفيدة هاورد عشان كانوا عارفوا خلاص ان مايك وماركوس وصلوا للملفات اللي بتدينهم، بس مايك وماركوس عملوا لهم خطه عشان يوقعوهم عشان نروح ساعتها للفينالي بتاعت الفيلم اللي اخدت وقت محترم على الشاشه وكانت كلها جامده، بدايه من التصوير بتاع الدرونز للبازوكا اللي بتقع للبازوكا اللي بيفاديها مايك وماركوس لانبوبه الاكسجين اللي بتبقى طايره والكاميرا بتبقى في دايركت ولا التماسيح. شفت بقى كل اللي انا قلته لك ده ما يجيش حاجه جنب اجمد مشهد في الفيلم، وهو لما التصوير بيقلب FPV كأنك في جيم بالظبط وبتشوف اللي بيحصل من البوينت اوف فيو بتاعت ويل سميث. واللقطات دي كان نازل الميكنج بتاعها وانا بصراحه اتوهمت فشخ وانا بشوف الميكنج ده، جمدان ما بعده جمدان. واخد بالك بقى يا ريس ان كل ده برغي معاك عن الاكشن سينز بس؟ احب اقول لك ان الفيلم فعلا فيه اكشن سينز كتير وطوال كمان، بس يا ترى ده وقع الفيلم مثلا؟ احب اقول لك بالعكس تماما. صناع الفيلم هنا عملوا روح لافلام باد بويز، وهنا انا بتكلم عن مخرجين الفيلم عادل العربي وبلال الفلاح، هم نفس المخرجين اللي اخرجوا باد بويز فور لايف اللي عملوا نقله جامده في افلام باد بويز. وخلونا نرجع نشوف مايك وماركوس مع بعض من جديد، والمره دي بيبقوا كبار في السن وعامل السن بيبقى باين عليهم كمان. وصناع الفيلم مش بيحاولوا يخفوه ولا حاجه، بل بيعملوا فوكس على نقطه زي دي اصلا عشان يبقى الفيلم ريل. غير كمان اضافه شخصيات جديده ذو تاثير في تحولات احداث الفيلم. ده كده كان حوار بيسري العمل جدا. وهنا انا بتكلم عن ارماندو وريجي وجودي، وكونك كمان انك تنهي كابتن هاورد في باد بويز فور لايف ده كان حوار صادم بالنسبه لي، وانك كمان تجيبه في الفيلم اللي بعديه وهو لسه متوفي ده كان اجمد بصراحه. ده غير كمان الكاميوز اللي ظهرت معانا في افلام قبل كده. فكل اللي انا بقوله لك ده خلى القصه اللي تتحكى في باد بويز رايد اور داي مربوطه بالثلاث افلام اللي نزلوا قبل كده، وعشان كده نقدر نعتبر سلسله افلام باد بويز من سلسله ولا حاجه، انما ممكن تبقى الافلام دي عباره عن عالم جديد. وانا متوقع جدا ان هم لسه هيعملوا الجزء الخامس والسادس كمان، واحتمال كمان نشوف افلام سبين اوف من عالم باد بويز. ممكن نشوف ارماندو لوحده في حاجه، او ممكن كمان ريجي نشوفه في حاجه لوحده. الفيلم بقى يا حبيب قلبي انا بنصحك انك تشوفه جدا، واظن كده انك اخدت فكره عن افلام باد بويز. ولو شفت الجزء الرابع من غير ما تشوف الثلاثه اللي قبليه اكيد هتفهم الفيلم واكيد هتستمتع بيه كمان، بس المتعه الاكبر لما تشوف الثلاث افلام اللي قبليه. فمن الاخر كده فيلم باد بويز رايد اور داي من اجمد افلام 2024. فيلم ما فيهوش اي ملل، مليء بالاكشن سينز الفشيخ والسلو موشن المبرر، ده غير الكوميديا والسينك اللي ما بين مارتن لورنس وويل سميث. فالفيلم ده هو اضافه للفرانشايز بتاعت باد بويز، وياخد معايا 10 من 10. يعني لو انت جيمر او بتحب جون ويك او فاست اند فيوريوس ولو كنت تسعيناتي زي كده اكيد انك هتحب الفيلم ده. واخر حاجه احب اقولها لك، Bad boys, what you gonna do when they come? وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى تكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس وتعمل فولو حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. وراجل المدينه عشان فعلا بيساعد. كان معاكم محسوبه من حسوبه توكس. سلام.